السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وأحسن حال. دلوقتي يا حبايبي هنعمل مع بعض لحمة ضاني مسلوقة. مغسولة كويس جدا، ومعايا الحلة هنا على النار. ننزل بقى باللحمة. أشوحها وأقطعها شوية كده. ننزل بقى عليها يا حبايبي بالبصل والطماطم وقرون الشطة كده الحمرا، وانزل بقى بالقرفة والورق اللورا والحبهان والمستكة وفلفل الاسود، وبشوحها ببعضها كويس جدا هي والحته طالعه في منتهى الجمال. انزل بقى عليها بالميه اللي بتغلي. دلوقتي يا حبايبي بتغلي اهيت، بقالها حوالي تلت ساعه بتغلي اللحمه على النار. وشلت الريم طبعا، كان على وشها ريم برضو شلته. ونسيبها بقى تستوي مع نفسها كده. ومعايا هنا بصل وثوم شوحته في بعض اهوت تشويح بس كده. واحط طبعا شويه كزبره ناشفه كده عليه، وانزل بالطماطم بقى. نزلت طبعا بالطماطم، مش هسبكها. هنزل بقى بالكوسه بس تغلي غلوتين كده، وانزل بالكوسه بقى. نزلت بقى بمكعبات مرق الدجاج، مكعبين اتنين، ومعلقه سكر كده صغيره. وطبعا انا فارمه مع الطماطم فلفل احمر مع شطه حمراء. وطبعا نزلت بنص معلقه صغيره فلفل اسود، وربع معلقه كمون، ونسيبها بقى تغلي ببعضها كده. ودي اللحمه شغاله معايا هنا. ودلوقتي يا حبايبي نزلت في حله كده بالزيت عشان اعمل بقى الرز. وهنا معايا الكوسه بتغلي هي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نزلت بالميه هنا اغليها عشان الرز بقى الاول، عشان لما اسقطه كده يغلي على طول ويستوي معايا على طول. بحب ميه الرز تكون بتغلي كده. الرز قرب ينشف معايا يا حبايبي اهو، بحط عليه بقى واسيبه على الهادي كده
يستوي براحته. وادي الكوسه وصلت معايا تستوي هي. الرز بقى هديت عليه النار اهو عشان يستوي براحته بقى. ما بقلبوش ولا يجي يمه خالص دلوقتي خالص. الكوسه معايا دخلت في السوا هي ما شاء الله. ودي كمان اللحمه. اللهم بارك يا رب.